مساء الفل عليكم. اليومين دول ماشيه معاكم بالوصفات السريعه على البوتاجاز من فوق، من غير فرن، من غير شوايه، من غير اي حاجه. هنعمل فراخ مشويه بالخضار بطريقه حلوه جدا، هتعجبكم قوي. تتبيله حلوه وسهله وبسيطه. معايا كده الفراخ انا قسمها نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا هنا ملح وكمون وفلفل اسود وشويه بهارات لحمه كده، وشويه مرقه اللي هي فوريه. هنا عندي الخضار اللي انت بتحبيه بقى، انا حطيت جزر وبطاطس وفلفل وطماطم، ممكن تزودي كوسه، بسله، اي حاجه انت بتحبيها. عندي كمان زبادي وعندي ليمون. هغزغز كده بس الفراخ، وهنجيب الطاجن البايركس بتاعنا كده، هننزل بالتوابل: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، شويه شطه لو حابه، وكمان شويه من توابل اللحمه، وشويه من المرقه الفوريه ديت او مرقه العاديه عادي مفيش اي مشكله. هننزل عليهم كده بالزبادي، لو ما عندكيش زبادي عادي مفيش اي مشكله، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. وبعد كده حطيت شويه خل، معلقتين كده، وكمان معلقتين زيت برضو، شوية باربيكيو كده، ولو ما عندكيش مفيش اي مشكلة، بس في الشوي بيدي طعم حلو جدا. هنقلب كل ده كده مع بعض كويس، مساعدة الشيف الصغير عمرو. وهنطلع منهم كده ايه شوية على جنب. هننزل بقى في الفراخ في الخلطة اللي احنا عملناها دي. عايزة تسيبيها فيها شوية عادي، عايزة تعمليها على طول مفيش اي مشكلة. الفراخ من الحاجات اللي بتلقط التتبيلة بسرعة جدا. وهجيب بولة كده وهنزل فيها الخضار بتاعي كله. عايزه اقولك الخضار ده هتاكليه قبل الفرخه، والكوسه كمان فيه بتبقى جميله، وكل حاجه بتبقى فيها حلوه. هنزل عليها تتبيله كده وهنقلبها ببعضها كده كويس، عشان اضمن ان التتبيله وصلت لكله. فيها كمان فصين توم. وبعد كده هنعمل شويه رز. طبعا حطيت الحاجات دي على جنب شويه، وعملت رز بشعريه عادي خالص. هنا بقى عندي الجريل دي او طاسه ما بتلزقش او صينيه، اي حاجه عندك. وحطيت فيها شويه زيت كده، وهستناها تسخن حلو جدا. شايفين الطش اللي نزلت دي؟ وهنزل فيها كده الفرخة زي ما انتوا شايفين كده على الجلد من الناحية دي، وبعدين نقلبها على الناحية التانية بعد ما تاخد صدمة شوية. انا عايزاها تاخد لون كده حلو شوية زي بتاع الشوي، عشان ما نحتاجش الفرن ولا اي حاجة خالص. احنا مش هنشغل الفرن خالص، زي ما عملنا السمك فوق البوتاجاز برضو، وش كان شكله حلو في الفيديو اللي فات كده زي ما شفتوه. ان شاء الله الفراخ دي هتعجبكم جدا وهتعتمدوها دايما. وبعد كده طبعا غطيت عليها شويه، وبعد كده قلبتها على الناحيه التانية، وبدات ان انا انزل الخضار معايا. هو البطاطس، بصل، كوسه، فلفل، جزر، اي حاجه انت بتحبيها نزليها. طبعا بعد ما اخدت صدمه كويس من على الناحيتين، نزلت الخضار معايا بالشكل ده كده، وشويه التتبيله اللي باقيين في البوله معايا. هننزل شويه ميه، ولو مش عايزه تنزلي مفيش اي مشكله، هي كده كده هتنزل ميه، يعني هي هتبهدل البوتاجاز اصلا دلوقتي. وهنغطي عليها تاني بقى كده كل فترة والتانية. هتبقي ايه تقلبي الفرخة بس كده علشان ايه ما تستويش من ناحية وناحية، لأ. وفي الفترة دي النار معانا هتبقى وسط. بعد ما تغلي كده هنوسط النار بتاعتنا. وعملنا شوية رز بالشعرية همت، وهنجيب لكم بقى شكل الفراخ بعد ما استوت كده. الفراخ هي خلاص، شايفين الوراك بتاعتها خلاص يعني فصلت عن بعضها، وشربت المية بتاعتها. وكده قدمناها، رشين عليها شوية خضرة كده، كان طعمها وريحتها خرافة بجد. جربوها تعجبكم، والخضار اللي فيها بجد مش هتقدروا تقاوموا طعمه. وكمان تنفع للدايت، احنا حطينا معلقتين زيت. جربوا الطريقه بقى هتعجبكم جدا بامر الله. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. اتمنى يكون الفيديو افادكم. الناس اللي بتعاني ما عندهاش فرن كويس تستخدم الوصفه دي بجد، مش هتبطلوا اللي انتوا تعملوها تاني. مستويه ومتحمره وحلوه جدا جدا. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، الفراخ المشويه او الفراخ متبله المشويه على البوتاجاز من فوق. سلام عليكم ورحمه الله.